السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة وصفة من الوصفات الإيطالية والمشهورة هنا برضو في اليونان، وهي المكرونة إليو إي أوليو. وصفة سهلة جدا وسريعة وبسيطة واقتصادية فوق ما تتخيلوا. تقدروا تعملوها للغدا أو وجبة سريعة على العشاء، مش هتاخد وقت خالص وبتكون جاهزة. وحلاوتها في بساطتها. مكوناتها بسيطة جدا، بتعتمد على زيت الزيتون والثوم والبقدونس بس كده. طعمها كمان حلو ومميز. تعالوا نشوف وصفتنا، بس كالعادة قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنسلق كيس مكرونة اسباجيتي. في الوصفة دي يفضل ان انتوا تستخدموا المكرونة الاسباجيتي عن اي مكرونة تانية. بنحط كده معلقة من الملح في المية وهي بتغلي، وهننزل بالمكرونة ونسيبها حوالي 8 دقايق وتكون جاهزة معانا. في طاسة هننزل بزيت الزيتون حوالي كده ربع كوباية، تقدروا برضو تزودوا لو انت حابينه. هي الوصفة دي زي ما قلتلكم معتمدة على زيت الزيتون والثوم، بيبقى طعمها حلو جدا لو كترتوا فيها الزيت. اول ما الثوم ريحته يدوب بس تظهر معايا، انا حطيت حوالي 3 فصوص من الثوم مقطعاهم قطع صغيرة. أول ما ريحته تبدأ تظهر هننزل بنص معلقة صغيرة من بذور الشطة الحارة، وهنظبط الملح بتاعنا. هنحمصهم كده شوية على النار مع بعض. نحاول ان الثوم ما ياخدش لون معانا او ما يغمقش علشان ما يمررش الوصفة دي. بعد كده بتنزلوا بكمية المكرونة اللي انتوا محتاجين تعملوها. انا ما عملتش الكمية كلها، عملت بس على قد ايه الأكلة بتاعتنا. وبعد كده زودتها حوالي نص كبشة من مية المكرونة. وفي الآخر خالص بنضيف عليها البقدونس المفروم، وهنقلب كل ده مع بعضه لغاية ما المكرونة تتشرب شوية المية اللي أنا ضفتهم، وكمان تسخن مع الزيت والثوم زي ما انتوا شايفين كده. على قد ما هي بسيطة على قد ما هي حلوة جدا وطعمها مميز. جربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم. هتعجب جدا الناس اللي بتحب السبايسي لان هي بتكون حارة شوية. لو حابين كمان تزودوا بذور الشطة عن كده زودوها، ولو حابين تقللوا علشان تحدوا شوية من الحرارة اللي فيها ظبطوا الملح بتاعكم. وبألف هنا وعافية، وبكده تكون انتهت وصفتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير عشان يوصل لعدد كبير من الناس. دمتم بخير.